ضاغطة. وهنا ركلة جزاء لنادي الإسماعيلي. هنا أحمد عادل والتنفيذ جول أحمد صديق يسجل هدف التقدم لنادي الإسماعيلي في هذه البداية قوية إسماعيلوية في هذه اللحظات وسط هذه الفرحة في استاد الإسماعيلية من قبل جماهير برازيل العرب. هنا النادي الإسماعيلي يتقدم من ركلة جزاء، 17 دقيقة لعب. هذه البداية، أحمد صديق في مرمى أحمد عادل المنعم يضع الكرة رغم المحاولة التي كانت لأحمد عادل المنعم، لكن نجح أحمد صديق في إعطاء المقدمة لنادي الإسماعيلي لصنبة العاب في هذه اللحظات الأولى. هدف للصفر دول جابوا فينا جولين في دقيقة واحدة، 3-2 ليهم. يا نهار اسود. طب والعمل ايه؟ نرجع ميزو؟ انا صاحب القرار. هو فاضل قد ايه على الماتش؟ دقيقتين. انا هتصرف. امشي كده. عيني على أهل كايرو، لغط ابنها من يسايرو، الكل عامل مثالي ونسلم في بعض يعايرو. عيني على أهل كايرو، لغط ابنها من يسايرو، الكل عامل مثالي ونسلم في بعض يعايرو. يا طلب عندكم والنبي علشاني، لحد معه تليفون دكتور نفساني. انا يا طلب عندكم والنبي علشاني، لحد معه تليفون دكتور نفساني. اصل العيشة دي معلش همبكة كدب مالوش داعي، وكله لابس وش المصلح الاجتماعي. يا من بدل بالداري سلطة ومحدش داري، هنا حرامي قالوا عصامي عامل فيها للشرف محامي، هنا بلدي قال شعراتي وفي اللي خطرة انفراد فاضل هوبا جوه الجول الشرف محامي، هنا بلدي قال شعراتي وبالليل يا سامي كان اللي يغلط على راسه بطحة، بقى النهارده يا عينه يا جبينه. عيني ليلي على أهل كايرو. النادي الأهلي